قلت له بس انا ما كنتش اعرف ان انت بقيت كده، وبقيت يعني حلوة قوي كده. قال لي تقصدي ايه؟ يعني ايه يا عمته؟ قلت له عمته يعني اقصد يعني ان انت خلاص كبرت وبقيت تقدر تفتح بيت وتتحمل المسؤولية. قال لي لا لا، ده لسه بدري، انا لسه شباب وفي عز شبابي. قلت له ما واضح ان انت شاب وفي عز شبابك، بعد اللي انا شفته واضح ان انت شاب وكل حاجة فيك حلوة كمان. بس هو قال لي اوعى تقولي لاي حد، ولا بابا ولا ماما، ولا تقولي لاي حد خالص، ولا تقولي لاي حد على اللي انت شفتيه. انا بصراحة مش عارف اقولك انا محرج منك قد ايه. قلت له محرج؟ وبعد اللي انا شفته واللي انت عملته بتقولي محرج؟ قلت له اسمع مني بقى، انا عايزة منك طلب. قال لي امور يا عمته، ايه محتاجة فلوس؟ قلت له فلوس ايه؟ ده انت لسه بتاخد مصروفك من امك يا ولا. المهم قلت له انت عارف ان انا قاعدة دايما لوحدي، او ان انا جوزي دايما مسافر وسايبني، او ان انا عايشة لوحدي وعايزاك تيجي معايا وتعيش معايا. قال لي يعني ايه؟ قلت له هو انت عبيط؟ بقولك عايزاك تيجي وتقعد معايا وانا هعملك كل اللي انت بتحبه. هو طبعا بقى بيبصلي ومستغرب ان ازاي ان انا اتكلم معاه بالجراءة دي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هحكي لكم حكاية النهاردة وهستنى رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ حكاية النهاردة. صاحبة حكاية النهاردة بتقول انا ست زي بقية الستات، كان نفسي اعيش مع جوزي كل حاجة حلوة، حب ودلع ورومانسية، لكن انا اتجوزت واحد حتى الكلمة الحلوة ما بيعرفش يقولها، هو كل كلامه كده يعني دبش، ومفيش ولا كلمة رومانسية بيقولها، ولا حتى قعدة حلوة بنقعدها مع بعض. انا متجوزة مهندس، وبحكم شغله ما بيقعدش معايا خالص ومش بشوفه، لان باغلب شغله بيكون في محافظات، وممكن ياخد مشروع في محافظة، وكل مشروع بيكون في محافظة شكل، وكل مرة بيروح فيها ممكن يقعد بالاسبوعين او بالتلات اسابيع برا، وانا مبعرفش اشوفه خالص. وكمان ساعات بيسافر على دولة خليجية وبيقعد فيها شوية، وانا دايما قاعدة لوحدي، وبصراحة زهقت قوي من الوحدة ومن العيشة لوحدي. وحتى موضوع الخلفة كل ما بفتحه معاه بقوله ان انا نفسي في حتة عيل يونسني ويسليني بدل ما انا قاعدة لوحدي. ما انت بتسافر وبتسيبني بالشهر والشهرين وساعات بالسنة كمان. الاقيه ياخد الموضوع بضحك ويقعد يضحك ويقولي لا لا، انا مش عايز عيال دلوقتي، انا مش عايز حد يشغلك عني، انا عايزك كده ليا لوحدي. وبعدين انت عايزة تجيبي عيال دلوقتي ليه؟ لسه بدري، خلينا الاول نعيش حياتنا وندلع. قلت له نتدلع؟ هو انا بشوفك اصلا ولا بقعد معاك؟ ولا عشان يعني ما انت مخلف من واحدة غيري خلاص الخلفة مني مش فارقة معاك؟ الاقيه يزعل ويتقمص. انا جوزي كان متجوز واحدة قبلي ومخلف منها عيال، بس دلوقتي مطلقها وسايبها وعايش معايا انا، وحد عشان كده موضوع الخلفة مش فارقة معاه، بس انا فارق معايا قوي، نفسي يكون معايا حتة عيل يونسني بدل الوحدة اللي انا قاعدة فيها دي. ده حتى لما كان بيسافر ويسيبني كنت بكلم اخويا ومراته وولاده واطلب منهم ان هم ييجوا يقعدوا معايا اسبوع او 10 ايام علشان ما احسش بالوحدة واكون زهقانة. وفي يوم واخويا ومراته قاعدين معايا لقيت مرات اخويا بتقولي بقولك ايه يا عمتي، عايزة اطلب منك طلب بس مكسوفة منك. قلت لها انت تأمر يا حبيبتي، انت عاوزة ايه؟ قالت لي ما تاخديش ابن اخوكي يقعد معاكي كام يوم لانه مزهقني من طلباته ومن كل حاجة، وانا ما بقيتش قادرة عليه. انت عارفة باجي من شغلي تعبانة وبلاقي البيت يضرب يقلب، فما بقيتش قادرة عليه. او تاخديه معاكي اسبوع او 10 ايام يونسك وبرضه تعقليه في الكلام وتطلبي منه ان هو يعني يعقل شوية. قلت لها حرام عليك، ما تسيبي الواد يتدلع ويتهنى شوية على حسكم للدرجات يعني هو مزهقك؟ قالت لي ايوه مزهقني على الاخر. وبعدين عندك اهو خديه واشبعي بيه وهتشوفي هو مزهقني ولا لا. قلت لها يا سلام، انا يعني يجيك الساعة لما ابن اخويا حبيبي يجي ويقعد معايا
ده انا هعمل له كل اللي هو بيحبه، وهجيب له كمان كل اللي هو عايزه، بس هو يوافق. وفعلا قمت في ساعتها واتصلت على ابن اخويا، قلت له انا عايزاك في موضوع مهم، تعالى على طول. قال لي خير يا عمته. وفعلا لقيته جايلي على طول، وقلت له بص بقى، انا عايزاك معايا. قال لي يعني ايه؟ قلت له انت عارف ان جوزي سايبني ومسافر على طول، وانا عايشه لوحدي، عايزاك تيجي وتعيش معايا. قال لي مش فاهم، فهميني اكتر. قلت له بقولك ايه، هو انت هتعمل عبيط؟ قال لي بجد مش فاهم، فهميني اكتر. قلت له انا عايزاك تيجي وتعيش معايا على طول، هعمل لك كل اللي انت بتحبه، وهجيب لك كل اللي انت عايزه. امك قالت لي ان انا اتصل بيك واعرفك واقول لك ان انت تيجي تعيش معايا. قال لي كمان هي اللي قالت لك؟ قلت له ايوه، هي اللي قالت لي، وانا كمان حابه انك تيجي وتعيش معايا. وبص، هعمل لك كل اللي انت عايزه، وهجيب لك كل الاكل اللي انت بتحبه، وكمان هعمل لك مصروف كل يوم، وهظبط لك الاوضه تبقى بتاعتك لوحدك، وهيبقى النت كمان موجود 24 ساعة. انت عارف ان انا جوزي بيسافر وعلى طول عايشة لوحدي، هو دايما سايبني ومشغول عني. وقلت له ها، قلت ايه، موافق؟ قال لي معقول حد يقول لي كل الحاجات الحلوة دي؟ لا، موافق طبعا، ومن النجمة هتلاقيني جاي عندك وبخبط عليكي. وفعلا تاني يوم الصبح صحيت على جرس الباب، ولما قمت فتحت له لقيته لامم هدومه وجايب كل حاجته وجاي. انا بصراحة بقيت مبسوطة قوي لما لقيته جه، وقلت له اتفضل، ودخل على اوضته. انا كنت خلاص جهزتها له من كل حاجة، وبقى فرحان ومبسوط بيها قوي، وبقينا عايشين انا وهو مبسوطين. كل الاكل اللي بيحبه بجيبهوله وبطلبهوله، وكمان انا بعمله بايدي، وكل حاجة بيحبها وبيطلبها بجيبها له على طول. هو ما كانش في اي حاجة خالص ناقصاه. ودخلت معاه لأوضة النوم بتاعته، وقلت له يلا فض شنطتك في دولابك وتعالى يلا علشان نفطر سوا مع بعض. ودخلت المطبخ انا وهو، وعملنا احلى فطار، وفطرنا انا وهو مع بعض. وبعد الفطار قلت له انا محتاجة انزل السوبر ماركت اجيب شوية طلبات، ايه رأيك تيجي معايا؟ انا حابة ان انت تيجي معايا. بس هو قال لي لا لا يا عمته، انا بصراحة يعني مش قادر، وانا هقعد ارتاح كده وانت عبال ما انت تيجي من السوق او تجيب الطلبات اللي انت محتاجاها. انا يعني هقعد على الموبايل كده وافتح النت واقعد استناكي على ما انت تيجي. هو فعلا بعد ما خلصنا فطار نزلت على السوبر ماركت، وكنت مستعجلة قوي. وبعد ما نزلت افتكرت ان انا نسيت الورقة اللي فيها الطلبات، ونسيت كمان الفلوس، ورجعت تاني علشان اخدهم. وفعلا اول ما طلعت وفتحت باب الشقة ودخلت، سمعت ابن اخويا بيتكلم في التليفون. وقفت كده واتمشيت بالراحة علشان اعرف هو بيكلم مين وبيقول ايه. واتفاجئت ان هو بيكلم بنت، وفاتحين كاميرا هي وهو، بس هي تقريبا حد دخل عندها الأوضة وقفلت على طول. ولقيته متعصب كده وقاعد، هو بيرن عليها وبيتصل عليها وبيقولها انت ازاي تقفلي دلوقتي، انت ازاي تقفلي وانا كده؟ قالت له معلش غصب عني، اصل ماما دخلت عليا الأوضة فاضطريت ان انا اقفل. يعني هو كان لازم ان انا اقفل علشان هي ما تحسش باي حاجة. اتعصب كده وقالها طيب يلا اقفلي ورن عليا تاني علشان نكمل اللي احنا بديناه. بس هي قالت له لا ما ينفعش علشان ماما هنا، ولازم اقفل دلوقتي. وهو اتعصب عليها وقفل. وفي الوقت ده دخلت عليه فجأة وقلت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لي عمته انت ازاي رجعتي؟ وايه اللي خلاكي ترجعي دلوقتي؟ قلت له معقول زعلان ان انا رجعت؟ على العموم انا نسيت الورقه اللي فيها الطلبات ونسيت كمان الفلوس، وكنت راجعه علشان اخدهم. وكمان بصراحه انا سمعت وشفت كل حاجه من اللي انت كنت بتعملها. قال لي ايه، انت شفت وسمعت كل حاجه؟ قلت له ايوه، انا شفت كل حاجة وسمعت كل حاجة، وحتى البنت اللي كانت بتكلمك. انت ازاي تعمل كده وليه؟ قال لي علشان خاطري ما تقوليش لحد على اي حاجة من انت شفتيها، ولا لاهلي بالذات ابويا وامي. هو كان خايف ان انا ممكن اروح واقول لاخويا ولمرات اخويا. قلت له لا ما تخافش، انا مش هقول لحد حاجة ومش هتكلم مع اي حد في اي حاجة من اللي انا شفتها، بس عندي شرط واحد.
قال لي قولي يا عمته، قولي وانا هديك اللي انت عاوزاه. عاوزه فلوس؟ قلت له فلوس ايه يا ولا، ده انت لسه بتاخد مصروفك من امك، فلوس ايه اللي انا هعوزها منك؟ هو في الحاله اللي هو كان فيها دي قلت لا، انا لازم بقى اتصرف باي طريقه واحميه من الغلط. وقلت له ايوه انا شفتك وسمعتك كمان، واللي هقولك عليه لازم تسمعه وتنفذه، اي كلام اقولهولك لازم تنفذه ضروري. قال لي خلاص، اللي انت تقولي عليه انا هسمعه وهنفذه، بس بلاش تقولي لاهلي على حاجه، انا كان غصب عني اللي انا عملته، انا زي مهما كان شاب والشيطان بيصور لي اي حاجه، وغصب عني عملت اللي انا عملته ده. ها انت عارفه بقى الحاجات دي والسن ده. قلت له خلاص، انا مش هقول لاهلك على حاجه، بس كلامي هتسمعه وتنفذه. ومن هنا قررت ان انا احميه، وكلمت اخويا ومراته وقلت لهم ان احنا يعني لازم نجوزه وندور له على عروسه. قلت لهم يعني ان الواد كبر وبقى لازم ان هو يتجوز ويتحمل المسؤوليه، وان يعني الشباب في السن ده بيتعرضوا لحاجات ممكن تخليهم يغلطوا ويقعوا في الغلط، فاحنا لازم نحميه وندور له على عروسه ونجوزه. فاحنا لازم يعني ندور له على عروسه